احنا مسا على اخواتي حبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحة تملي كده يا رب. النهارده في الفيديو بتاعنا هنتكلم عن مجموعة اخبار وحبة حاجات كل الجماهير عايز تفهمها، فان شاء الله اقدر افهمها لكم واقدر افهمكم ايه الامور فيها. فخليك معانا لغاية النهاية ويلا بينا على الفيديو. احنا مسا على اخواتي حبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحة تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا بلاقي حاجة صلى على سيدنا محمد وبعد الصلاة على سيدنا محمد. النهارده هنتكلم عن مجموعة اخبار تخص نادي الزمالك، وفي خبر يخص نادي الاهلي اكيد، بس هي اكتريه لنادي الزمالك يعني. خلينا نبدا على طول كده. خلينا نبدا في حوار هنكنه شويه، هو هيجي ورا الحوار اللي هنتكلم فيه ده هيجي هو على طول، بس خلي ايه نبداش بيه، نبدا بالخبر تاني. هل نادي الزمالك هينسحب من ماتش القمه يوم الخميس؟ السؤال ده في ناس كتير قوي بتطرحه من الجماهير. هل الزمالك هينسحب؟ هتقول لي ينسحب ليه؟ في ناس مصدومه، هو ايه ده ممكن الزمالك ينسحب؟ هقول لك هو الزمالك ممكن ينسحب. هتقول لي ليه؟ اقول لك تعالى اقول لك ليه. تعالى اقول لك ليه. نادي الزمالك اول سبب عنده يخليه ينسحب ان مرتضى منصور لما انسحبنا من ماتش السوبر قال اي ماتش في الاهلي هلعبه فيه كهربا، وكهربا مش هتعاقب ومش هيقف، فانا هنسحب من المباراه. وماتش يوم الخميس كهربا ولا هيقف ولا اي حاجه، كهربا ممكن يكون في التشكيله الاساسيه كمان. فده اول سبب ممكن يخلي مرتضى منصور ينسحب من المباراه. السبب ركز فيه ان لو كهربا لعب فمرتضى منصور بنسبه 99% ممكن ينسحب على كلام مرتضى منصور وتصريحات مرتضى منصور. تاني سبب هو تاني سبب هو توقف محمود دونجا لاعب خط الوسط بتاع نادي الزمالك. دونجا عليه عقوبة إن هو الحركة غير الأخلاقية اللي حصلت منه في أرض الملعب مع زيزو وقت الاحتفال اللي الكاميرا اصطادتها، فالحركة دي عليها عقوبة، فدونجا اتوقف 4 متوشة. وللعلم دونجا مصاب كده كده، فهل أنت هتعتبر دونجا مصاب ولا هتعتبر يعني هو دونجا لو مش موقوف فهو مش هيلعب بسبب الإصابة بتاعته مخليه مش عارف يلعب ماتش الأهلي. فحتى يعني لو هو موقوف او مش موقوف هو كده كده مش هيلعب. هل بقى مرتضى منصور مش هياخد باله من النقطه دي ويقول لا برضه عشان خاطر انتوا وقفتوا لي دونجا؟ ان مرتضى منصور قال لو دونجا توقف في ماتش الاهلي انا مش هلعب ماتش الاهلي. ودونجا للعلم توقف، بس دونجا كده كده مصاب. هل انت هتقول لي خلاص هو كده كده مصاب وهتلعب، ولا هل انت اساسا مش هتركز في النقطه دي وهتركز في نقطه كهرباء اللي هو اساس الكهرباء موجود فانت مش هتلعب؟ فالزمالك بنسبه 90% ممكن ينسحب. هو مفيش اي قرار اصدره مرتضى منصور عن الموضوع ده لغايه اللحظه دي، بس ممكن يجي قبلها بيوم بيومين وينسحب، بس في وقتها يحصل عقوبه على نادي الزمالك اكيد. فنادي الزمالك بشكل كبير ممكن ينسحب من ماتش القمه. تاني حاجه بقى هو امام عاشور انا كعلي مستغرب له والله. امام عاشور مضى مع النادي الاهلي مش مضى. امام عاشور قعد جلسه مع النادي الاهلي في الايام اللي هو فيها ديت، والعلم امام عاشور لسه ما سافرش، والنادي بتاعه عمال يبعت له انذارات عشان يسافر، بس امام عاشور لسه ما سافرش. النادي عاشور قعد مع مسؤولين من النادي الاهلي واتفقوا على كل شيء. اتفقوا ان امام عاشور ياخد كام في الموسم، واتفقوا على كل شيء. وامام عاشور تقريبا لو دخل النادي الاهلي وخلاص بقى في صفقه في النادي الاهلي، امام عاشور هياخد الرقم زيه زي علي معلول او زيه زي الشناوي. هيبقى زي من الواحد من الاثنين اللي هم اعلى اثنين في الاهلي. اعلى اثنين في الاهلي في عقودهم في فلوس هو الشناوي وعلي معلول. فبنسبه 90% لو مع عاشور تمت الصفقه دي فهو عقده هيكون زي علي معلول يا اما الشناوي بس. وعقده هيكون 4 سنين للعلم. والنادي الاهلي قدم عرض رسمي لفريق الدنمارك بتاعه، قدم له عرض رسمي وبيطالبوا بالتعاقد مع امام عاشور بشكل بيع نهائي. بس النقطه لسه ما تمتش بسبب ان النادي طالب مبلغ حوالي 3 مليون ونص دولار، فالنادي الاهلي بيحاول ينزل الرقم، فالصفقه لسه ما تمتش بشكل دوت. بس انا مش بتكلم بقى على صفقه عاديه، انا بتكلم على امام عاشور الزملكاوي، اللاعب اللي كان داخل نادي الزمالك، اللاعب اللي كان لابس تيشيرت نادي الزمالك، اللاعب اللي كان بيحتفل مع نادي الزمالك لما نادي الزمالك اخذ اللقب كاس مصر من الاهلي. ولا مؤاخذه في الكلمه، اللاعب دوت اساسا انا مش بعيب في جماهير النادي الاهلي ولا بعيب في النادي الاهلي، بس اللاعب دوت ما ينفعش النادي الاهلي يفكر يتعاقد معاه. اللاعب دوت ضرب رمز من رموزكم، هو وليد سليمان يعني. عمل حركات مسيئة النادي الأهلي وأما كان مع الناشئين وغنى بالشتايم. والجماهير اللي كانت في جماهير النادي الأهلي من كام ماتش لما قالوا صلاح سليم مش ناسيين.
مش عارف صفقة إمام عاشور هتتم ازاي بصراحة، أكتر صفقة مستغرب لها، ونفسي أفهم من على إمام عاشور فين الانتماء، مش من إمام عاشور بس، فين الانتماء من إمام عاشور، فين الانتماء من كهربا، فين الانتماء من رمضان صبحي، من عبد الله السعيد، من شريف إكرامي، من لعيبة كتير قوي بقت شغالها الفلوس بس وليست الانتماء. الانتماء ده بقى كلمة وخلاص بجد. بس خلينا نتكلم كصفقة، فإمام عاشور بنسبة 90% هتبقى صفقة نادي الأهلي في الفترات الجايه دي. بس ده كل الاخبار اللي معايا وبس. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.